الناس لما تتكلم في الحرب دي كويس، الحرب دي غلط غلط. رضيت ولا رفضتها، ما تقعدوا تشجعوا كانكم بتشجعوا في كوره بتاعت هلال مريخ. الكلام ده قلناه والناس كلها اتفقت عليه كويس. الزول اللي عنده عيال وعنده شفع وعنده ام كبيره وعنده ابو كبير كويس، والضرب ده من فوق رؤوسهم وفي الشوارع وفي الازقه، وعنده اطفال سامعين الفوضى دي، بيعرف انه الحرب ده كلام فارغ. دي حرب بتاع تصفيه حسابات، ده ما مكانه ولا ده ما محله كويس. وبعدين عندك برهانك ده ما سمح للراجل ده يتمدد ويتشتح، يتشتح في السودان، في كسلة وفي الدمازين وفي الأبيض وفي دارفور وفي كوست وفي الخرطوم. يا أخي طرد قلنا لك المظلات دي، نحن ما قمنا بنعرف موقعها هناك بعد الكوبري في شمبات كويس. طرد المظلات وجاب الدعامة، خدتاهم في الشجرة، خدتاهم في الفتحاب، خدتاهم في كرري، خدتاهم في سوبا، خدتاهم ما بعرف في الباقير. ده في الخرطوم جوا الأحياء، مخازن بتاعت أسلحة، عمارات، مدرعات، استجلبوا المدرعات واستجلبوا الأسلحة الثقيلة على مرأى ومسمع حمد برهان، وعلى مرأى ومسمع كباشي وإبراهيم جابر وياسر العطا. ليه خلوه يتمدد كده؟ وهو مما بدأ بيقول أنا والله ما بنضم للجيش وما بندمج للجيش وبهاجم الجيش، ووصل مرحلة إنه في يوم من الأيام قال والله أنا غير النميري ما بعرف لي ذاته عسكري رابط لي قاش ولا شادي لي قاش ولا كارب لي قاش. وعلى مرأى ومسمع من البرهان وما تحرك وما قال حاجة. السوار ده في الشارع لسانه انهرد، الجنجويد انحل كويس. فجأة كده انت يا برهان تقرر تعمل لنا حرب جوا الخرطوم على رؤوس النساء والاطفال والشفع. 3 يوم ولا 4 يوم كهرباء ما في ومويه ما في، مستشفيات يا اخي كلها قفلت. انتوا بتتكلموا كيف يا اخي؟ يا اخي ما داعينه للحرب ده بافق اكبر. يا اخي دايرين يتداوسوا ولا دايرين يتقاتلوا؟ يمشوا برا هناك، يمشوا الغابات دي، يمشوا الصحاري. السودان ده بلد كبير، الجيش ما في زول سأل ولا جوزف يتكلم فيه كويس. لكن الجيش المحترم ما بيعمل كده، الجيش اللي بيخاف على شعبه ما بيعمل كده. يا اخي خلوكم ناس واعيين شويه يا اخي. يا اخي انتوا لو عندكم اسره في الخرطوم دي، داخل الخرطوم في شمبات ولا في كرر العجيجه ولا في الشجره ولا في جبره، اقسم بالله العظيم ما بتقولوا الكلام ده. لكن انا متاكد اسركم يا برا السودان يا كلها في ضواحي السودان، يا في الاغاليم. عشان كده بتتكلموا الكلام الفارغ ده، وما طايقين المره، وما عارفين انه لما واحد طفلك يقول لك يا بابا انا حموت، حيكون موقفك شنو؟ برضه حتأيد لي برهان تأيد الحرب؟ لما تلقى اولادك قاعدين في الظلام، مويه ما عندهم وكهرباء ما عندهم وانت بعيد منهم وما لاقيين حق لا في فرن لا في بقاله شغاله تمام ولا في زول واقف معاهم، انت ما بتقول الكلام ده. الكلام ده انا بتكلم يعني اي واحد بيقعد يشجع في الحرب ويقعد يتهم في الناس انتوا ضد الجيش نحن ضد الحرب يا اخي. نحن ضد الجيش التعبان اللي ما عنده ذمه ولا عنده ضمير. نحن ضد البرهان وكيسانه. نحن ضد حمدتي وجنجويده اللي قاعدين لنا وسط الاطفال والشفع وبيتحاربوا. طياره يا اخي ميك بتضرب جوا الاحياء ويشكروا في الضابط ويتغزلوا فيه. والله حريف، والله فنان، والله جبال شاورت لك بالشباك ما شفتني. يا اخي ده شنو يا اخي؟ ده يا مستوى ده يا فهم، ده يا مستوى ده يا فهم.